السلام عليكم، ازيك يا باشمهندس عصام؟ ازيك يا باشمهندس مصطفى، ايه الاخبار؟ ازيكم يا شباب. معانا دكتور مصطفى سعد. طبعا دكتور مصطفى غني عن التعريف، يعني الناس اللي أنا كنت بتعلم منها من ايام اولى كليه. فانا سعيد جدا بالفرصه دي. دكتور مصطفى الفتره الاخيره في ناس كتير عارفين ان هو كان في كندا وكان عايز يروح امريكا فيزا وفيزا شغل، فتعرض لانترفيوهات كتيره، بروسيس كتيره از سينيور ديفلوبر. واخيرا جاله 4 اوفر تقريبا. كان في اوفر برضو من جوجل، واخر حاجه دلوقتي دكتور مصطفى سينيور سوفت وير انجينير في نيفيديا، مظبوط كده؟ تمام. جميل، جزاكم الله خير اول حاجه على استضافتي، ومن تيسير الله يعني ان احنا عرفنا نلاقي ميعاد. الموضوع بقى صعب بالنسبه لي. لا حقيقي صح. انا حاليا اب ل3 اولاد، وفي طفله بتعيط في الخلفيه، ما اعرفش سامعها ولا لا. ربنا يبارك لك فيها يا رب، لا تشرفنا. ربنا يبارك فيك. كل ما تخلف عيل بتخش في ده تحدي. دي الخير. يعني مواعيدي بقت صعبه خالص الفتره دي. فجزاكم الله خير على وجودك معايا هنا. ربنا رب يجعلها يعني حلقه مفيده للناس وفيها دروس وعبر. تعالى ندردش في الجزء الاولاني في الموضوع بتاع الانترفيو سايكل ده. انا حاسس ان هو فيه شويه دروس مفيده، فممكن بالنسبه بالذات الشباب الصغير، يعني لعل يعني الشباب الصغير يشوف فيها حاجه. يعني هي دي الفكره من ورا شويه الدردشه دي يعني. مم. فتعالى نتوكل على الله نتكلم شويه في الموضوع ده، وفي الفري يعني اسكي اي وقت او علق يعني عادي يعني. خلاص زي الفل. يعني اظن اغلب الناس عارفه ان انا يعني كنت بعمل دكتوراه. خلصت الدكتوراه في 2018. رحت ستارت اب شويه صغيرين، جوين دواوي. بصوره عامه عكس الاكسبكتيشنز بتاعت الناس، الريسيرشرز فرصهم في السوق اقل واكثر ضيق من الفرص الثانيه. وغالبا ده بيبقى معناه انك سبيشالست، فده بيخليك نارو اكتر واكتر. كل ما فرصك تقل، كل ما انت وظروفك في السوق يعني الدنيا تبقى عامله ازاي. خاصه احنا بنتكلم في الجزء بتاع الريسيرش، يعني الشركات الريسيرش عاده فيها بيبقى مساحه يعني انت ممكن تبص لها ان يعني اذا كنت لسه بتكلم مع واحد ستاف سينيور ستاف، فكان بيقول لي انا بشوف يعني ان اغلب الوقت لما بنهاير ريسيرشرز بنهاير ديم عشان دول الانترفيس بتاعت الشركه، اكتر مم. ما هو بيهاير فور اكشوال نيد. عشان كده من اوائل الناس اللي بتترفض لما بيحصل لاي اوفس وكده بيكونوا ريسيرشرز حتى لو شاطرين. مم. انا شفت في عز الماشين ليرنينج مكان عامل سبايك، شفت تيمز جامده ريسيرش بتترفض. مم. anyway، انا كنت شغال في هواوي، الدنيا ظريفه وكل حاجه، لكن الفرص في كندا فيها مشاكل كمرتبات مش احسن حاجه. مم. مشاكل اني كسبيشالست بحاول اشتغل في الكمبيوتر فرص فيجن أقل. وابلايد ريسيرش، الفرص قليله يعني. مم. ومن هنا جت الفكره بتاعت ان انا يعني غالبا محتاجه موف لامريكا، لان امريكا الفرص فيها اكتر، ولو دخلت شركه من الشركات الكبيره المرتب بيبقى افضل. مرتبات كويسه اكتر، مظبوط. فاظن يعني الذاكره طبعا تاخرني شويه في التفاصيل، بس من حوالي 2.5 سنين يمكن او 3 سنين، وانا قلت ايه، انا هبدا اخش السايكل بتاع الانترفيوز. وكان يعني في بتاع اظن شركتين او 3 ظهروا في نفس الاسبوع، يمكن يكونوا امازون وفيسبوك وابل مثلا. مم. فدخلت مع الناس دي انترفيوز، واترقع لي في الانترفيوز دي. ف بس حضرتك كنت بتقدم كريسيرشر ولا كسينيور سوفت وير؟ بقدم از ابلايد ساينتست، مم. يعني ابلايد ساينتست، سينيور ابلايد ساينتست في الحدود دي. تمام. ما كانش انجينيرنج، كان ناحيه جزء الريسيرش. ريسيرش اكتر، اه. 80% من الابلكيشنز بتاعتي كنت ببص ناحيه الريسيرش اوبورتيونيتيز مش الانجينيرنج وانس، لان انا كان نفسي امنتين ان انا ابلايد ساينتست اول ذا تايم، على ودي مش فكره انا واخد بالي من ده. انا واخد بالي من ده، صح. فلما دخلت الشركات هنا الدنيا ما كانتش سهله، وخدت ريجكشن من ال3 شركات. ف مم. فانا هنا في المرحله دي ببدا احاول افهم الخلل جاي منين. كان الخلل جاي من 3 مناطق، آه، في 2 معقولين او سهلين وواحده رخمه بالنسبه لي. اول شق الشركات الكبيره بتركز على اللي بنسميه behavioral questions، ده يعني حقيقي. بيبدا يخش معاك في تفاصيل كتيره. يقول لك مثلا احكي لي عن فيدباك جالك اتعاملت معاه ازاي، كونفليكت حصل مع زميلك، حصل مع مديرك. امم. بيحاول يديك اللي هو اسئله بيرسون يستكشف وايز. شخصيتك. امم.
وامازون عندها الموضوع ده مشهور جدا، يمكن اغلب الاسئله على الانترنت جايه منهم. عندهم حاجه اسمها امازون ليدرشيب برنسبلز، وهي مفيده يعني، فهمهم مفيد، وعندهم اسئله كتيره جدا على الانترنت في الموضوع ده. فهو بيحاول يستكشف شخصيتك، بيستكشف الليدرشيب بتاعتك، بيستكشف سلوكك، لان نقدر نقول ان البيهيفير بتاع الناس بيلعب جزء كبير جدا في نجاح شخصيته. الشباب في بدايه الكارير بيبقى مركز جامد تكنيكال، بس الشق البيهيفيرال ده بتلاحظ ان الناس اللي هنا السينيورز اللي جايين من جنسيات تانية بما فيهم الهنود والصينيين، وواضح ان الشخصيه فيها ابعاد كويسه قويه. يمكن انا حتى شفت يعني شباب مثلا في امازون بيحاول يموف للسينيورتي في امازون، وهو مش مشاكله في ان هو مش تكنيكالي قوي، هو عنده مشكله في البيهيفير، على الجزء السلوكي بتاعه، الجزء السلوكي، التعامل مع البروبلم، الفولو اب مع البروبلم، هاندلنج الكاستمرز، هاندلنج الكونفليكتس، هاندلنج كوردينيشن مع التيمز، ابعاد مختلفه في الشخصيه. انت عارف ان انا ذكرت الحته دي مقطعه، انا اسف ان انا قطعت حضرتك، بس هي حته بس تخص نفس الحته دي بالظبط. الشركه اللي انا فيها في فريم ورك بتعمل ايفالويشن، تمام. الفريم ورك دي معتمده على 7 اسبيكتس، تمام، 7 عناصر كده او 7 مناطق لازم تكون مهندلهم يعني. مجموع الموضوع فيه اوتوميشن، بس مجموع الايتمز بتاعتك او مجموع الايفالويتد بوينتس اللي انت حطيتها، كل البوينتس اللي انت حطيتها في كل اسبيكت بتاثر في النهايه، بتقول ان انت مستواك دلوقتي كواليفايد ان انت تكون مثلا لا ميد ديفلوبر، او سوفت وير انجينير ليفل 1، او سوفت وير انجينير سينيور، او ماستر اللي هو برنسبل الى اخره، او توصل لليفل اركتكت، او لا دي بقى بتختلف شويه. بس لفت نظري ان هم 7 اسبيكت، 7 اسبيكت في منهم واحده تكنيكال، واحده بتتكلم على الكود اكسلنس، تمام، واحده بتتكلم على البايب لاينز وحاجات كده تخص الديف اوبس شويه، لان الفريم ورك دي في كذا حاجه، تمام. والخمسه ما لهمش علاقه ما لهمش علاقه بالتكنيك نهائي. الخمسه يعني انت ممكن مثلا تجيب 50 60 70% في التكنيكال بس، والحاجات الثانيه هي اللي تاهلك ان انت تكون سينيور كواليفايد. بيحصل. فالجزء ده يعني ما كانش اكبر مشاكلي. قررت ان انا اعد للموضوع ده اكتر. بدات ان انا اعمل جوجل دوك، وبدات ان انا الم كل الاسئله الموجوده على الانترنت واشوف ايه اللي فيه ريليفنت. بدات اقلب في كل خبراتي من ساعه ما كنت كونتستنت بكل الشركات اللي دخلتها، وبدات رايت داون كل حاجه وميمورايز انسرز علشان احاول ان انا اجهز للشق ده. لان فكره ان انا ارتبك بسؤال في الانترفيو، فعمال بقى انا بحاول افتكر حاجه ماتشنج السيناريو اللي هو بيقول لي، ما كانتش احسن حاجه في الدنيا. الشق الثاني كان البروبلم سولفنج سكيلز. يعني انا اخر مره كنت اي سي بي سي فاينالست كان في 2010 حضرتك ابونا في الموضوع ده. وانا بعد كده بقى دكتوراه ومش عارف ايه، حصل لي حاله من الانقطاع الطويله. يمكن كان حتى لما رحت جوجل انترنشيبس كان هو كابل اوف انترفيوز يعني، وما ذاكرتش ودعات الدنيا عدت. فدلوقتي بقت لا الانترفيوز اكتر والتفاصيل اكتر، المستوى بتاع المسائل اصعب. وانا اصلا طول الوقت بحل حاجات يو في اي وكود فورسز وكودر، مش حتى اللي تكود والجو ده. فبفكر معاه وبجاوب وكل حاجه، بس الانسرتينتي بقت اعلى من ناحيه مش ببراكتس، ومن ناحيه كنت بحل على نوع اخر من المسائل. فبقيت عارف ان انا عشان احل المشكله دي محتاج اروح احل a lot of problems جوه ليد كود، وخاصه المسائل منها المشهوره. ويمكن ده اللي هيترجم بعد كده لحوالي بتاع 500 مساله في الكورسات اللي انا عاملها حاليا في يوديمي. يعني بعد ما خلصت العلقه دي كلها بقيت قادر اخد بالي من المسائل والاوزان، وايه اللي بيتسال فيه وايه اللي ما بيتسالش فيه، وايه اللي الناس بترجحه. وجبت كتب اللي هي شبه كراك الكود انترفيو والكلام ده. في 2 بوكس مشهورين، كراكنج، واحد تاني اسمه اليمنتري بروجرامنج حاجه كده. فوصلت ان انا حليت كتير جدا، وده كان جزء سهل بالنسبه لي اني اي كان مانج ات يعني. الجزء اللي كان معضل بالنسبه لي ساعتها هو ان انا كان عندي شركات كبيره بتسال دايما في السينيورتي ليفلز حاجه بنسميها سيستم ديزاين انترفيوز، بس المره دي بقى اسمه ماشين ليرنينج سيستم ديزاين انترفيوز. بيزد اون الفيلد اللي حضرتك داخل فيه. المشكله هنا ان انا طول عمري بعمل كمبيوتر فيجن مودلز، بس الداتا سيتس في الريسيرش بتبقى جاهزه لك، الداتا جاهزه، البروبلم متشفيه، وانت الارت بتاعك كله ازاي تعمل فيري سترونج موديل للبروبلم دي. في الاندستري بتاخد بالك ان الموديلنج هو الجزء الصغير، والبايب لاين الكبيره بتاعت الديزاين هي اللي فيها a lot of hassle و a lot of issues. بدايه من ايه نوعيه الداتا اللي عندنا، والجراوند تروث بتاعها، والسكيل بتاعها، واني بروبلم مناسبه لدي، وفين الكاستمر، والماتريكس، واونلاين واوفلاين. صداع كبير. النوع ده من الصداع
انا عندي فكره عنه بس مش هو ده اللي انا بعمله براكتسنج. فمثلا لما الراجل في الانترفيو اداني سؤال وقال لي عايزين نديزاين الماشين ليرنينج فيتشر، قال لي بتاع تويتر، قال لي عايزين نديزاين ماشين ليرنينج سيستم بتاع تويتر، بس سكت كده. قال لي احنا دي 1 ديزاين السيستم. فكان الانترفيو بالنسبه لي عباره عن لبن سمك تمر هندي، عمال اتنطط في كل حته، لان بوضوح واضح ان انا مش متعود ان انا اركز في تفاصيل البايب لاين، متعود ان انا اركز في الموديلنج بتاعها. فهنا كنت عارف ان this is a serious bottleneck. وحتى وانا جوه هواوي برضو، عشان احنا كنا في الار ان دي تيم، برضو الفوكس في الكومبوننت بتاع الموديل اكتر ما هو الفوكس في الصوره الكبيره الاركتكتشر نفسها والسيستم ديزاين يعني. فده كان الاناليسيس بتاع الثلاث مشاكل اللي عندي، وانا لازم احل ده علشان يعني اجيت اوت في الحفره اللي انا واقع فيها دي، خاصه البعد الثالث. في قرار هنا انا خدته ان انا I will keep doing interviews، يعني انا واخد بالي من المشاكل، بس انا قررت ان انا شغال بالتوازي هحل في المشاكل دي، و I will make as much as I can interviews. لان كل ما هتشوف اسئله اكتر هتعرف الناس عايزه ايه. وفي برضه شق تاني، شق الثقه في النفس. احيانا يجي لك طالب يقول لك انا في الانترفيو قاعد بترعش، انا في الانترفيو بتوتر، انا ممكن اجاوب بره الانترفيو، جوه الانترفيو ما فيش، محتاجه براكتس. فهي ماتر اوف براكتس. وحتى دايما اقول للطلبه اعتبر نفسك راح تقعد مع صاحبك، انسى اللي هيترتب على الانترفيو. فجزء منها ان الواحد بيتعود ان هو قاعد مع الناس، وجزء منها ان انا عايز اعرف الناس، يعني انا عايز اشوف اكتر اسئله اكتر في السيستم ديزاين اللي بيسالوها، اسئله اكتر في البيهيفير. ومن الحاجات اللي ساعدتني، وده مش دايما بتتكرر، ان احنا كنا في فتره الكوفيد. وفي الكوفيد الناس نقلت، زمان كان يقول لك اون سايت انترفيو، يقول لك تعالى هدفع لك تيكت وسافر لي بقى بلجيكا، سافر لي امريكا. فدايما كل سفريه هاسل، محتاج تاخد اجازات ومحتاج تسافر يومين ثلاثه اربعه، فده يخليك ما تقدرش تعمل انترفيوز كتيره. في حالتي انا بقيت بستغل الميزه دي قوي، انا قادر اعمل انترفيو زي ما انا عايز. كنت اقول للانترفيور يقسم لي الانترفيو بتاعك يومين، مثلا 3 ساعات و3 ساعات، وخليهم مثلا خميس وجمعه، واخش الانترفيو من غير ما شركتي تحس بيا خالص، وفي الويك اند اكفر الساعات بتاعتي. بالظبط. فالموضوع ده، وهي فرصه نادره بتيسير الله، ان انا يعني انا اظن ان انا عملت ميبي 25 انترفيو في حوالي سنتين ولا حاجه. كان معدل عنيف، اللي هو كل شهر معايا شركتين ستارت اب بقى صغيره اللي يجي. وفضلت اراكم بقى خبرات، يعني كل ما اتسال في سؤال في البيهيفير اخش اكتبه في النوتس عندي واكتب انا جاوبت ازاي. وبدات اعمل مثلا دي التوب 20 كويشنز اللي بقيت الناس بتسالهم لي، بدات اخد بالي او الناس عايزه تسال حد في التجربه دي في الرول ده عايز منه ايه بالظبط. كنت في نهايه السنتين برضو وصلت لمرحله ان انا تقريبا كل الاسئله اللي الناس بتسالها لي في الكودنج انترفيوز انا اصلا عارف السؤال، يعني انا عارف السؤال وعارف الاجابه من كتر ما حليت في الكود، ومن كتر ما بقيت عارف هو ايه اللي بيتكرر. وده بيدخلنا في معضله صغيره، اللي هو اقول له انا عارف السؤال ولا لا. اعبط. لما جربت ان انا اقول له انا عارف السؤال، اكتشفت ان هو بيرتبك ومش دايما جاهز بسؤال تاني، ويبدا يجيب لك حاجه خزعبليه كده هو اصلا مش مجهز السؤال. فبقيت بحس ان انا اللي بدفع فاتوره ان انا بقول له ان انت قلت له انت عارف السؤال، انت عايز تكون اونست، بس انت اللي بتشيل الفاتوره في الاخر. حرفيا بتلاقي فجاه طب هو مش عارف بقى يفولو اب مع السؤال ومش جاهز لاجاباته، هو عنده سؤال عمال يكرره في الانترفيوز، وده هيأثر على الفيدباك، هيلبسني في الحيطه. بعد سام بوينت قررت ان انا ما اقولوش ان انا عارف السؤال، بخش وبعيش معاه البايب لاين كاني ما اعرفش اي حاجه، وواحده واحده كده بالراحه والدنيا ماشيه. ولقيت ان ده مور سيفر يعني. على فكره انا كنت قريت في كتاب تقريبا كراكنج ذا كودنج انترفيو البوينت دي، ما تقولش ان انت عارف السؤال. والله دي حاجه كويسه، ما اعرفش انهم بيقولوا كده. ما تقولش. انا فاكر في كتاب قال، كان برضو كتاب بيتكلم على ازاي تكراك الانترفيوز، يقول لك لو انت عارف السؤال ما تجاوبش على طول، عادي اسمعه وركز، يمكن يطلع متغير، يمكن يطلع هو بس يعني عادي. هو اصلا الطرف الثاني اللي قاعد قدامك هو متوقع بنسبه كبيره ان انت حلل مسائل كتير وعارف اجزاء كتير، ووارد جدا تكون عارف السؤال. انا اخدت بالي من الكالتشر دي برضو في النهارده. زمان كانت الشركات بتقعد تالف مسائل، والناس دايما كانت بتقعد تسرب مسائل، فبقى الامر في الاخر مزعج، وبنالف وبتتسرب، فكده كده هم شايفينهم.
فشركه زي فيسبوك كل اسئلتها هي الكومن كويشنز الموجوده على الانترنت، وتقريبا الفلسفه اشبه بانك لو عرفت تحله معانا فانت غالبا حليت كتير مع نفسك، وهو ده اللي احنا عايزينه، مش عايزين اكتر من كده يعني. فده الحمد لله كان جزء سهل، يعني انا وصلت في نهايه السنتين ولا سنتين ونص خلاص الناس حرفيا انا كل الاسئله تقريبا عارفها او كلهم الا سؤال، واللي هو السكيلز بتاعتي عادي سامحالي ان انا افكر وبقالك كتير بتراكتس موضوع الانترفيو، فاهم؟ ما انا هو مش بس ببراكتس، انا كنت بعمل كورسات للطلبه. في فرق كبير جدا لما تيجي تذاكر مع نفسك وانك تقرر انك انت عايز تختار وتشرح للناس. there is a big difference. دي اي بوينت كبيره حاجه قوي. بتدرسها للناس، اي حاجه بتدرسها للناس بتتعلمها بعمق مختلف تماما عن انك انت تذاكرها لوحدها. انا قاعد ودي بحضر هابت. كورس ماشين ليرنينج، اي جيت انتو ديتيلز انا ما كنتش بخش فيها قبل كده، علشان انا افكر انا اشرح له ازاي باك بروباجيشن الانترنت في موضوع الباك بروباجيشن ده كتوبيك في الماشين ليرنينج سيء جدا في شروحاته، يعقدك بسهوله. انا عمال افكر ازاي اشرح الموضوع ده بمنتهى السلاسه، وعمال بقى دخلت على 100 واحد بيشرح الموضوع ده، وعمال افكر انا ابريزنت ازاي. فالفكره ان انا مش بس بجهز الانترفيوز ده، انا بستغل الفرصه وبجهز كمان الكورسات بتاعت الشباب. فده خلاني از ماتش مور يعني سترونجر. اوير من البوينتس. انا بقول له ازاي تقول له في الانترفيو الهنس بتاعت ازاي بالظبط. تجيب منه هنس وازاي تطلع هنس. فده الحمد لله خلى الشق بتاع البروبلم سولفنج يبقى سهل اوفر تايم. والبيهيفيرال برضه وصلت لمرحله اسئله الناس بتتكرر، الاسئله اللي تهمهم. وبما اني قاعد في البيت فبرضه عملت حركه ظريفه، بقيت بطبع ورقه كده حاطط فيها كي ووردز لكل سؤال هم بيقولوه، ده مش هتعرف تعمله في الاونسايت. حقيقي صح. يعني مثلا كاتب كلمه تشالنجز، حصل كذا في فوري، حصل كذا في الدكتوراه، يعني حاجه بتساعدني ان انا جيت الاكزامبلز اسرع لو تفتكر انا الاتشيفمنتس اللي انت عملتها في البوينتس دي. مجهزها وحاططها معايا. لكن المشكله الكبيره ظلت ان انا فروم انترفيو للتاني خلال السنتين دول ولا حاجه، السيستم ديزاين انترفيوز كان سيريس بروبلم. ف في الاول انا من حوالي سنتين ونص بدات ادور على الانترنت مليان ماتيريالز للسيستم ديزاين، بس النوادر ما تلاقي فيه ماشين ليرنينج سيستم ديزاين. يمكن الدنيا بدات تندع اليومين دول بحوالي كتابين جداد وده شيء كويس. قبل كده كان في كورس على ليد اسمه ايه educative.io، دفعت $250 وقلت اخش اشوف الكورس ده. كان كورس يعني لايك 40% كواليتي، بس حسيت ان الدنيا كويسه، يعني ساعدني شويه في ان انا استحضر البايب لاين اكتر، بعض الاليمنتس اللي فيها. حوار الاوفلاين ماتريكس ما كانش حاضر قوي عندي، الاونلاين ماتريكس اقصد. فكان حلو، كان بدايه. لكن كانت تظل المشكله انك اشبه بواحد درس حاجه بس ما طبقهاش. فبرضه كنت بخش الانترفيوز وعندي الازمه دي ان انا عارف يو تراي تو فيك ات ان اي هاف اكسبيرينس، بس لما بتتسال تاف بروبلم لا، يعني يو كان بي ديسكفرد انك انت ذاكرت للانترفيوز مش عندك خبره بتسمعها في الانترفيوز. انت ازاي دي نقطه صعبه، عشان حضرتك متعود ان انت شغال في المنطقه بتاعت الريسيرش، تمام؟ بس انا لما بصيت على الرول الجديد بتاعك في نفيديا لقيتك الرول سينيور سوفت وير انجينير، تمام؟ مش بعيده، والسينيور ليفل زي ما حضرتك ذكرت بيحتاج اكسبيرينس كبيره قوي سبيسيفيكلي في الاركتكشر بتاعت الحته بتاعته. فانت دي تغلبت عليها ازاي؟ فانا هحكي لك بقى المقاسي اللي كنت بعملها. انا اول حاجه كنت بدات احس بيها ان I need to get practical experience. ف في درس هنا مهم اتعلمته في حياتي، انك انت في نوعين من الموظفين في الشركات. في موظف بيبقى بيتقال له اعمل كذا فيروح يعمله، يعني نوعيه المشاريع والتاسكات اللي هو هتجيله اشبه باللي هو بيطلب منه. في واحد تاني عارف هو عايز ايه، انا عايز ان انا جوت اكسبيرينس في الحته دي في الباك اند في النوع ده من الداتابيسز، انا عايز النوع ده من الاكسبيرينس في الحته دي في الفرونت اند. يعني هو عنده تصور انا عايز انهانس انهي نوع من انواع السكيلز في الكارير بتاعي. النوع ده من الناس بيبدا يبوش مع المانجرز واللي حواليه ان I want to work in this direction، عايز opportunity عشان اقدر ارفلكت ده في البوينت دي، حته معينه. فبدات اللي هو يعني اول حاجه بحاول اذاكر، بحاول افكر، بحاول ابحث عن اوبورتيونتي، بتكلم مع زمايلي في اللي انا عايز اعمله، بتكلم مع مديري. ده كله بيخلق في الوعي بتاعهم او اللاوعي ان مصطفى عايز يحط في الحته دي. فبدات انا كمصطفى I wanna make a system،
انا مش عايز افضل طول الوقت بعمل لايك هاند بوز موديل للايد. اي نيد ا بيج بروبلم نقسمها لموديولز ونقسمها لسيستمز ونعيش السايكل ايه كلها ده كليكت اكسبيرينس حقيقيه. عشان اعرف اترجم للانترفيو. ايوه ده درس مهم، لازم وانت جوه الشركه تبقى عندك اويرنس هو انا عايز اروح فين، وتزق في الشركه مع اللي حواليك ان هم يديك الفرصه انك تتحرك في ده، والا الزمن بيجري وممكن تكون جود بانش اوف دامي سكيلز من حاجات مش اهم حاجه في الدنيا، حقيقي حقيقي. حتى اسوء انواع التاسكات في الشركه. انا عايز اذكر برضه، يعني قبل ما حضرتك تكمل عايز اذكر حته في دي. عندنا برضه في الشركه يعني حاجه بترفلكت النقطه دي. في الفريم ورك بتاعتك انت مثلا شغال تمام، واحنا قلنا سبعه اسبكت، فانت مثلا في نقطه معينه كل اسبكت فيه 7 بوينت. ففي نقطه مثلا في الكود اكسلنس مثلا او في البايب لاين، النقطه دي انت ما تعرضتش للاكسبيرينس بتاعتها، والبروجكت اللي انت الوكيتد عليه ما فيهوش الاوبورتيونيتي ان انت تاخد الاكسبيرينس دي، فانت مش هتقدر تقفل الايتم ده عمرك كده. فساعتها بقى الكارير ادفايزر والسينيور مانجر بيدخلوا، ودي حصلت قدامي كذا مره مع كذا واحد، اتشال من البروجكت راح بروجكت تاني في الاوبورتيونيتي ان هو يبيلد الايتم ده، يعمل الحاجه دي. لو حته فيها اوتوميشن فالبروجكت ده فيه الفرصه، لو حته فيها اركتكشر بشكل معين فالحته دي فيها الفرصه، لو حته فيها ان انت هتبراكتس وهتكون قريب من السكرام ماسترز والبرودكت اونر وتشتغل في حته بروسيس، فالبروجكت ده فيه النقطه دي. بس انت لازم تهايلايت الموضوع، انت لازم تعرف فين الايتم اللي انا مش عارف افيد فيه ومحتاج اوبورتيونيتي عشان اعمله. فاهم، ميك سنس. فانت لما قلت لي انا شايف الناس دلوقتي بتتنقل قدامي، انا شفت كذا، يعني شفت الموضوع ده كذا مره قدامي. بيحصل نفس الحكايه لو انت في الشركات، يعني يقول لك انت دلوقتي نفسك تتبرموت لرول معين. فلما تحب تتبرموت خاصه كل ما تطلع فوق اتس ماتش مور تشالنجينج. فالمدير علشان يعمل لك بروموشن he doesn't want to risk، هو عايز يحس انك هتنجح، فيقول لك حاول قبل ما توصل لمرحله انك بتتبرموت تكون عملت لايك شغلك الحالي اصبح حوالي 50% منه الرول اللي انت عايز تموف ليه. يعني واحد عايز يبقى تيك ليد وانت طول الوقت انديفيدوال كونتريبيوتور بيجي لك تاسك تعملها، مش هينفع فجاه تروح تقول للتيم ليدر انا عايز اترقى او المانجر وابقى تيك ليد واديك فجاه تيم من 5 6 تجرب فيهم ونلبس في الحيط. انت لازم تزق في الشركه انك انت get one more person under your leadership, get another person under your leadership. يبقى انا كده بدات امارس جزء من مهام الرول اللي انا عايز اطلع له. والتيك ليد المفروض، يعني التيك ليد ممكن يعمل حركه بسيطه يخليك شادو تيك ليد، لقب تيك ليد بس يجربك. انت لو انت ما عملتش بوش اني انا لا يا ما جماعه حدش. ما حدش هيديك، لا فتلاقي لا ما واحد هو مشاكل هو عايز يبرموت، وانا بقول له ما هو كل الريسبونسبيلتيز دي انت ما بتعرفش لسه تعملها، فانا محتاج اشوفك على الاقل 50% بتعرف تمارس الرول اللي انت عايز تطلع له، فبقى مطمن ليك لما تطلع هيكون عندك شويه تشالنجز. لكن انا مش خلاص هفكر في حاجه عاليه وانت ازاي امسكك فجاه تيم وانت عمرك حتى ما عملت مانجنج لواحد. حقيقي يعني انا لما حطيت رجلي في هواوي كان الاستراكشر فلات للاسف. انا كنت في ستارت اب بديت تيم صغير، لما دخلت قلت لهم عايز اليد تيم قالوا لي مش نافع دلوقتي، فطول الوقت انا بزن ان انا اي وانا ليد، هات لي حد تحت ايدي، هات لي انترن تحت ايدي. فلو انت ما عملتش كده طول الوقت انا عايز ابريد يا جماعه انت ما فيش حد تحت ايدك، طب انا مش ببص للاوبورتيونيتي. فلازم عندك وعي بالنكست رول، ايه الريكوايرمنتس تحت نكست رول. وانا طول الوقت بجيب والريكوايرمنتس هنا تكنيكال ونون تكنيكال. يعني مثلا من الفروق الحرجه ما بين L5 في جوجل وال 6 في جوجل والشركات الكبيره عامه، L5 ده you solve a problem, a big problem by yourself. L6 ده you create a problem. L5 you solve the problem, L6 you create the problem. دي منتاليتي مختلفه تماما، لانك انت عشان تبقى ماسك تيم، التيم ده عايز تاسكات، التاسكات دي عباره عن بروبلمز، محتاجين حد يخلق البروبلم عشان يديني اللي تحت ايده يشتغل فيه. التيك ليد ده في جوجل بيبقى L6، هو لازم يسمع كلمه من دايركتور يعمل عليها حدوته، يسمع كلمه هنا يقول ده احنا ممكن نضيف الفيتشر دي في البرودكت، والفيتشر دي عايزه تيمه في 6 هديها للتيم بتاعي. اكسبيرينس مختلفه تماما، يعني تمام، ريسبونسابيلتيز مختلفه يعني تماما. انت وتخش جونيور بتسولف بروبلم، تترقى L4 بتسولف بيجر بروبلم، L5 تمسك بروبلم كبيره او من غير سبورت.
اكتر من كده احنا محتاجين الناس اللي بتخلق البروبلمز. وفي بعد لو انت طلعت اكتر في الهيراركي ده بيخلق دايركشن كبير، الناس اللي تحته تخلق منها بروبلمز. دي الطريقه اللي الشركات الكبيره عمال يبني في مشاريع وبيجيب المشاريع دي منين؟ الناس اللي فوق دي لازم يكون عندها كرياتيفيتي سكيلز، يعني بالظبط. تحت بروبلم سولفنج سكيلز، فوق كرياتيفيتي سكيلز. لو مش هينفع ارقيك فوق فجاه وانت يو دونت هاف ذيس سكيل. حقيقي. ف دي نقطة جميلة، وعايز أأكد على الحتة اللي حضرتك كنت بتحكي فيها دي، الأويرنس، إن أنت محتاج تعرف أنت محتاج تبوش فين، أنت لازم محتاج إيه الأوبورتيونيتي اللي أنت محتاجها، يعني أسك فور الأوبورتيونيتي، ما تستناش إن الناس تكون أوير بقرارك أنت. حقيقي. ووصلت لمرحله ان انا زقيت، وسبحان الله برضو طبعا الانسان مش معنى ان هو زق ان الدنيا بتتيسر، هو دايما في جزء خارج ايدك، ما ممكن ده تزق حقيقي. مفيش حاجه تحصل يعني، بس على الاقل الواحد بياخد بالاسباب يعني. فربنا سبحانه وتعالى سبحان الله يسر لي مشروع حلو جدا، وده كان اول مدخل ليا في الاوتونوموس درايفنج في الشركه. وكان مشروع كبير في بايب لاين. عملنا البايب لاين من 3 حاجات. كنا تيم من 3، سينيور برنسبل شاطر ده كان بيأكت از منتور لينا، وكنت انا وبنت جونيور شاطره، ومسكنا المشروع ده وقسمت البايب لاين، كنت انا انتشارج ليها. قسمنا الموديولز، فكرنا في الداتا، نزلنا لمينا داتا، جبنا عربيه وجبنا كاميرات وركبناها، ونزلنا لمينا داتا من الشارع وعملناها انوتيشن، ماتريكس، حاجات كتيره. فبقيت اخيرا I have now a machine learning system experience. انا بنيت سيستم بايدي. فزمان لما كنت باجي اخش الانترفيوز كان دايما يعمل لي 2 سيستم ماشين ليرنينج سيستم ديزاين انترفيوز ويديني مسالتين احلهم. دلوقتي وصلت لمرحله ان بقى وان انترفيو منهم بس انا بحكي على السيستم اللي انا عملته. نايس. فكده اصبحت بدل ما بتسال سؤالين بتسال سؤال واحد، وعندي وان انترفيو ان انا بريزنت نفسي، وان انا اقول له ان انا راجل شاطر وان انا عملت اللي انت عايزه. وده ساعدني جدا جدا جدا. ومع تراكم الاسئله بتاعت الشركات بقيت برضو الانترفيو الثاني ده بدات اعرف ان انا اجاوب عليه، يعني خلاص عارف يو جوت اكسبيرينس في بناء السيستم. وانا اصلا بالفعل كنت يعني اي نو ماشين ليرنينج بريتي ويل، بس كنت محتاج ان انا اتحرك من مرحله سمك لبن تمر هندي، لان الافكار تتنظم بصوره منسقه، مين بيروح فين، واعرف ازاي امانج السكوب بتاع المشروع وما الى ذلك. كده انا الحمد لله ربنا كرمني مانج اولموست ال3 تشالنجز اللي كانوا بيقابلوني، ولكن لسه ما كانش بيجي اوفرز. في مصيبه جديده حصلت لي، تحدي جديد ظهر في الخريطه. انا بشتغل في حاجه اسمها 2 دي كمبيوتر فيجن. تمام. مجال تاني كان اسمه 3 دي كمبيوتر فيجن. لو بصيت على الكمبيوتر فيجن فيلد هتلاحظ انه على نهايه الدكتوراه بتاعتي ال2 دي كان بيساتوريت، وكان الوحش القادم من الخلف هو ال 3 دي فيجن، ازاي يتمرج مع الديب ليرنينج. انا كمصطفى كبرت دماغي، وده يمكن خطا مني، يعني I didn't give attention، خاصه ان ال 3 دي فيجن عايزه كميه ماثيماتكس مزعجه. انا كبرت دماغي. هنوصل للحظه في السوق الدومينز الكبيره الرئيسيه زي اوتونوموس درايفنج وروبوتكس وفيرتشوال رياليتي واوجمانتد رياليتي والكلام ده كله هيبدا يحب موضوع 3 دي فيجن وينفولف اكتر في الشغل بتاعه، لان طبيعه الروبوتكس وغيره 3 دي. فهبدا اخش في الانترفيوز، والموضه الجديده هتبقى الناس بتسالني في 3 دي فيجن، وام نوت 3 دي فيجن بيرسون، والبي اتش دي وال10 سنين مش في 3 دي فيجن. فبدات اتورط في مشكله ان اي دونت نو، هم الناس عايزه سينيور بريكوايرمنتس معينه مش عندي. فهنا مريت بشويه مراحل ريجكشنز. اول مرحله اقول له مثلا ايه، والله 3 دي فيجن ذيس از نايس فيري فيلد، وانا بدور على اوبورتيونيتي واطبق فيها، اخد ريجكشن. فقلت احنا مش هينفع، لازم يعني نتصرف. فبدات وانا كنت خدت كورس زمان في الدكتوراه في ال 3 دي فيجن، فعارف يعني بدات اراجع، وبدات اجيب حاجات بتتكلم في الموضوع، وبدات اعمل توي اكزامبلز، اخش انترفيوز اقول له ده انا عملت التوي اكزامبل ده ومش عارف ايه، برضه كنت اخد ريجكشن. الناس ممكن تتولريت ده مع الجونيور. السينيور المفروض يقول لك هيت ذا جراوند راننج، انزل اطلع اجري، يعني السينيور المفروض شهر 2 رامب اب، خش اطلع انت بتطلع قماش. فان انا اخش اقول له ان انا يعني هتعلم 3 دي فيجن وانا ماشي معاك، this isn't an easy job. وفي نوعين من التعلم ممكن يحصلوا داخل الشركات. في حاجات ينفع تتعلمها وانت كسينيور بسرعه، فريم ورك جديد مثلا، وبسرعه تبقى برودكتيف.
في حاجات ما ينفعش تخش الشركه تعمل فيها كده. اي حاجه ليها مقدمات طويله علميه ما ينفعش تخش شركه وتتعلمها بسرعه. يعني لو انت شخص مثلا ما تعرفش الجوريثمز، ما ينفعش تقعد تذاكر شهر وتبقى شاطر الجوريثمز في اخر الشهر. ما حقيقي. ينفعش حاله، لانها واحده من اصعب المهارات تحصلها. لازم تتسحل بتاع 6 شهور عشان تبقى حاجه. ودي كانت مشكله ال 3 دي فيجن، انه فيلد ليه مقدمات كتيره، ماثيماتكس كتير عشان تبقى شاطر فيه. فانا لو دخلت مش هينفع، محتاج لونج ليرنينج كيرف عبال ما اوصل. فانا بدات احيانا هواوي بترخي، بدات ان انا برضو احاول اذاكر في توقيتات الترخيه. مثلا اقول لمديري انا قاعد الاسبوع ده بتعلم 3 دي فيجن عشان ميبي نشتغل فيه قريب. بس انا بقول لك فضلت برضو باخد ريجكشنز. ومره تانية اللي قدامك مش عايز واحد عارف توي اكزامبل ولا يسمع عن الموضوع، عايز حد عنده خبره. بدات اعيد نفس التجربه مره تانية. انا عايز مشروع انط فيه يكون فيه شويه 3 دي فيجن عشان اخد براكتيكال اكسبيرينس شويه. فاتنططت كده وربنا كرمني برضو بمشروع جوه الشركه. المشروع ده كان اوريدي امبلمنتد ب 3 دي فيجن عن طريق زميلي اللي كان في التيم بتاعي، وهو سابه ومشي. يعني هو سبحان الله مشي ساب الشركه، وهم حبوا يجوت كومبلكس وان مور ستيب. فانا قلت لهم انا هاخد الايه؟ انا هاخد الرول. إيه؟ قعدت يمكن اسبوعين او 3 حاطط كل الافورت بتاعي ان انا بحاول افهم زميلي ده عامل ايه بالظبط في الكود بتاعه. يعني كانك قاعد بتستدي سيستم واحد عامله، معاك الفكره ومعاك التنفيذ. بنهايه المشروع ان انا عمال جاست ستادي ات، انا كنت حسيت ان انا I have now a good experience في حاجه انا ما عملتلهاش implementation. بس انا شايف بعيني الناس implemented التاسك ازاي. والفيتشر الزياده اللي كنا عايزين نعمل لها دي كانت في بيبر جديده من فيسبوك نازله، بيبر عنيفه جدا. قعدنا انا والسينيور برنسبل نتناقش فيها كتير، اصلا بنحاول نفهم الناس دي عامله ايه. وقعدنا نفكر احنا ازاي هنميرج الفيتشر دي، وبدات اتحرك في الايه، في الموضوع ده. فلما بدات اكمل في الانترفيو سايكل، بدات شويه اقول له ده انا اشتغلت في كذا، وهو مثلا يرمي لي سؤال في الثيوري، سؤال في الابلكيشن. مش اللي هو مصطفى الجامد، بس بقيت عارف اسد شويه. من الحاجات الظريفه اللي حصلت ان الانترفيو بتاع نفيديا كان في وان سيستم ديزاين انترفيو في اللي انا كنت عملته، والتاني في البروبلم اللي انا كنت خدتها دي وقعدت استدي الكود بتاعها. فاي واز كايند اوف ده نعمله كذا وده نعمله كذا، وده دايما اشوف دايما بيقولوا الحظ بيدور على الهارد وركرز، ويعني ما شاء الله يعني انا بسمع قصه مليانه، كل ما تشيل بلوك يجي واحد تاني. والله كانت معاناه والله. الحمد لله عبال ما وصلت للسنتين ونص دي كنت تقريبا almost ريسولفد كل المشاكل اللي مقابلاني ان انا اجوت اوبورتيونيتي. انا اظن يعني انا دخلت حوالي 26 انترفيو، خدت طبعا يعني بانش اوف كونسيكتيف ريجكشنز كتيره جدا ورا بعض. لما ندعت في الاخر، جت اول مره باوفر في ستارت اب في روبوتكس كومباني، وده كان شيء انترستنج ان انا جالي اوفر في روبوتكس اللي هي الات اوف 3 دي. وكان انترفيوز غريبه ومدعكه يعني، ومشيت. بس كان الاوفر بتاعهم سيء، وانا قلت لهم لا انا مش هموف لشركه يعني. وخليني اقول لك حاجه اتعلمتها الفتره دي، وهي حاجه كويسه للناس اللي هتموف في يوم من الايام للشركات الكبيره. في الستارت ابس وغيره، احنا بيبيعوا للناس فكره انت ستارت اب سالري بتاعك قليل بس واخد ستوك، ولو الشركه دي فرقعت انت هتفرقع معاك وتبقى راجل مليونير. and this is a big lie. حقيقي. والشباب الصغير ما بياخدش باله من الموضوع ده، وانا وغيري لسه سامع كان واحد بيحكي لي عن مأساته في الموضوع ده. اسي او الشركه اللي بيحصل، او في حاجتين. اول حاجه، اغلب الستارت ابس بتفيل. يعني هو الفكره انت يعني هبقى اتكلم شويه 90% تقريبا، يعني الاناليتكس بتقول اكتر من 90%. 5% ولا حاجه بيسكسيد. اه. فانت لو الشركه ما خرجتش بابليك والناس بدات تتريد بالاسهم فيها، اصبحت الاسهم بتاعتك اللي في الشركه كلام على ورق. شيء. الناس عارفه المعلومه دي، يعني اللي بيخش في ستارت ابس اغلبهم عارف المعلومه دي. المشكله ان بيتقال للناس ان ال 5% اللي هينجحوا هيخلوك مليونير، ودي برضو كذبه تانية. عبال ما الشركه بتطلع بابليك بيحصل ان في انفسترز كتيره بيشتري فيها، بيحصل حاجه اسمها ديلوجن كده، قيمتك في الشركه بتقعد تقل.
حتى لما الشركه بتطلع بابليك، الناس اللي بتبقى مليونيرات فعلا عاده بيبقوا اللير اللي فوق بتاع السي او والفاوندر والكو فاوندر، وميبي 1 اور 2 مثلا سينيور ستاف انجينيرز دخلوا الشركه اول خالص وعرف ينجشيت ياخد فيري هاي سالاري، فيري هاي ستوك يعني من الشركه. دي البرسنتج بس اللي من الناس اللي بتعمل فلوس، الباقي كله ما بيعملش فلوس. ودي الكذبه ان احنا بنوهمهم انك انت يو ويل جيت، لو احنا خرجنا بابليك انت هتبقى مليونير مع مليونيرات، وده ما بيحصل، اغلب الناس ما بيحصلهمش. ما حصل يعني، احنا بنتكلم في الواقع، هي ما حصلتش يعني، ما حصلتش بالنسبه اللي تخلي الموضوع كومن. فزي ما بيبيع الناس الصبح كان بدردش مع راجل سي او فاوندر لشركته، فكان بيحكي لي ان اليومين دول او من فتره قريبه فيسبوك عملت اكواير للستارت اب اللي هو كان شغال فيها من 2004. بيقول لي ساعتها انا يعني اشتريت الستوك اوبشنز بتاعتي، دفعت فيها $10,000. وكان راجل ساعتها سينيور وبيقول لي انا كنت بتسفلت في الشركه دي، شغل ببني بقى في شركتي كاني ببني في شركتي يعني. بيقول لي الشركه لما اتباعت فيسبوك انا خدت $800. 2004 دفع $10,000، المفروض الوهم انه يتسمع بقى 2 3 مليون دلوقتي، خد $800. شوف السهم بتاعه قيمته اضمحلت لاي درجه، وهو كان بيقول لي يعني. ما بقتش موجوده. فالدرس اللي انا اتعلمته ان جويننج الستارت ابس لا يكون الا على رول من اللي فوق، علشان لو نجحت يو جيت سم ماني. الشركه بتاعت كاليفورنيا ديت كانت قاعده بقى بتبيع لي الفكره بتاعت ان يعني احنا اه ستارت اب، الاسهم، انا قلت لها الشير. يعني افرضي الشركه دي طرقعت والفاليو بتاعتها كانت واي بياند اللي انتوا بتفكروا فيه، مرتبها هيبقى كام يعني الافرج بتاع الاربع سنين؟ فقالت لي رقم اقل بكتير من الستيل الشركات الكبيره بتدفعه للناس. قلت لها طب وات ذا فاليو يعني؟ طبعا يعني هي ما عرفتش تزوق اكتر بقى من كده خلاص. فقلت ايه الفاليو يعني انا اخش شركه يوم ما تطرقع جامد، انا اصلا مرتبي فيها هيبقى nothing، فليه اكسبت مرتب قليل على والكاليفورنيا دي اللي اعرفها غاليه جدا، سفاحه ضرايب وسفاحه مرتب وتكاليف حياه باشا. فالمهم ريجكتد الاوفر دوت، اشتغلت دخلت انترفيوز في كروز شركه حلوه وفيها تيم قوي، الدنيا حلوه، بس كان البروسيس فيها ميس اب يعني. عديت الانترفيوز وبعدين ما لقوش اصلا اي تيم عايز يدور على ناس دلوقتي، فانا وقفنا السايكل على كده. وبعد كده جالي 2 اوفرز في كندا و2 اوفرز في امريكا. كندا كانوا واحد فيهم كان حلو جدا، كان زي ليد تو دايركتور داتا ساينتست في المكان، بس كان اوفر معفن. وكان في ستارت اب تانية يعني ادتني مرتب عالي، وانا قلت له زقه شويه وهقعد معاك في كندا، بس هم قالوا لي يعني احنا جبنا اخرنا مش هنقدر اكتر من كده. كانت اسمها موف تراك ولا مش عارف ايه. في امريكا كان عندي 2 اوفرز، واحد فيهم ابلايد ساينتست، سينيور ابلايد ساينتست في تيك توك. عارف تيك توك؟ اسمها الشركه الام اسمها بايت دانس. دي الحته بتاعتك يعني، دي الحته اللي اه انت بتحبها المفروض يعني بس جايه لك في المشكله انها جايه في شركه انا ما حبيتهاش. ولو بالظبط يعني، انا عارف ده. في انفيديا، انا كمصطفى كان نفسي منتين ان انا افضل ابلايد ساينس. انا اي ديد ماي بيست الوت، بس اللي حاصل في الاخر انها كانت اوفر يعني اما ابلايد ساينتست مع تيك توك او ابلايد ساينتست في كندا، او الاوفر بتاع الانجينيرنج في انفيديا. فانت اللي كان بيناسبك اكتر بيزد اون المبادئ، بيزد اون ساينتست طبعا انا في انفيديا ما برودكشن بقى ما اقولكش، دي ضرب ما فيش تيم. ونيفيديا يعني، نيفيديا اللي مسؤول على الكمبيوتر جرافيكس. سترونج تيم، ولا في يعني معارك هناك بتحصل يعني. بالظبط. وكان الناس بتاعت جوجل دي خلصنا الانترفيوز بتاعتهم وكنا في التيم ماتش. ومن الشكاوى المتكرره لجوجل في الفتره الاخيره ان البروسيس از فيري سلو، وممكن الاتش ار فجاه يسقطك وينساك. فموضوع صعب. فانا قلت للناس بتاع جوجل انا مش مكمل، انا عندي اوفر ديدلاين وايه، ومضيت ومشيت يعني. دي الحدوته وخدت مني وقت اكتر مما توقعت. لو هنهيها بحاجه، في سنتين ونص. لو هنهي بنصيحه هنا، لو جيت تبص يعني، انا لما بيجي لي شباب بيقول لي ده انا رحت عملت انترفيو فشلت، ده انا دخلت مسابقه وفشلت، بتلاقي الشباب بيعيط بسرعه، يحبط بسرعه. انا يعني مراتي كانت سربرايزد ان انا اتريجكت كم، مش اللي هو كل شويه شايفه جوزها عمال يعمل انترفيو وتريجكت، انترفيو وتريجكت. ففكره الريزيستنس هنا انك انت يعني عادي تريجكت، خلاص هنشوف بنتريجكت ليه ونتعلم. بالعكس كان ضمن
يعني رؤيتي ان انا عارف ان انا هتريجكت كتير، بس انا ام بيلدينج كويشنز الناس بتسالها وبيهيفير وحاجات كتير. ففكره ان الناس يعني الدنيا عمرها ما تاتي على طبق يعني من ده، دايما مليئه بالتحديات ودايما مليئه باخفاقات. النجاحات دي بتيجي دايما بعد ما تكون خدت في وشك. فده يمكن الرساله التاسيسيه هنا للناس، انك انت يو نيد تو بي سترونج، يو نيد انك انت يعني تبوت ان ايفورت، تتفهم ان يكون في اخفاقات، في فشل. الجيل ده يعاني من درجه عاليه من الهشاشه النفسيه، وده شيء محزن. هو لو كان في وضع افضل من كده كان هيبرفورم افضل من كده، هيمشي قدام اكتر من كده. ومع كل قلم يقول لك انا بقالي اسبوعين ما بشتغلش. يعني ايه بقالك اسبوعين ما بتشتغلش؟ قوم اتحرك. مش عايز اقول اكتر من كده في الحدوته دي. انا حاولت اصيغها على قد ما اقدر بصوره ان انا اقول للناس ايه اللي انا اتعلمته من التجربه، ويا رب تكون يعني مفيده ليهم. تجربة جميلة. أنا يعني أنا سؤالي الوحيد أنت لسه مجاوب عليه. سؤالي الوحيد، أنت بقالك 2.5 سنين بتقدم تشالنج، بتيجي بتترفض، بتقدم في شركة تانية، بتحاول تحل التشالنج التانية، بتطلع واحدة تالتة. أنت ما جاش عليك وقت نهائي خلال الفترة دي اللي هو some kind أنا خلاص أنا مش مكمل، فاهم؟ ما شفتش ان ده تشويس بالنسبه لي. ده ما كانش اختياري أصلا. ما شفتش ان ده، طب انا هعمل ايه؟ هوقف كاريري؟ هفضل قاعد في هواوي لحد ما مثلا ما هواوي تقفل، لان امريكا بتحاول تتخلص من هواوي، والاقي نفسي مثلا ستاك مع ستارت ابس عندنا. يعني اي نيد تو سولف ماي بروبلمز. انا اتعودت ان انا ابقى بروبلم سولفر، اتعودت ان انا دي مشاكل هنحل المشاكل، هنشوف المشاكل فين، روت كوز اناليسيز، البلاوي دي جايه منين، ايه اللي ناقصني، هنقعد نحل مشاكلنا. مش وكل هينفع ده كان ابقى انا وكل ده راجل كان اسره يعني. فانا كنت لا، انا I need to solve the problems، محتاج انا ما ابقى فت. تخيلتش ان القصه صعبه كده. انا ما تخيلتش ان القصه صعبه كده والله انا بصراحه. مستعجلين لان انا ما سمعتش حد في دوائر صحابي بيخش كل هذا الكم من الفيديوز. اغلب صحابي لما دخل حتى الشركات الكبيره، ودي ميزه بالمناسبه ما بيفهمهاش الشباب، دخول الشركات الكبيره اسهل بكتير وانت صغير عن وانت كبير. يعني وانت صغير داخل مثلا بيعمل لك 4 انترفيوز بروبلم سولفنج مثلا، وخلاص وبيهيفير عبيط كده ودخلنا جوه. انت بتعيش مع السيستمز، فلما تيجي تخرج من الشركه بعد 5 سنين راح شركه ثانيه، يو توك اباوت السيستمز اللي انت دخلتها. انت عملت الحاجات دي، انت بتتكلم عن خبرتك. فساعتها انتقاله من الشركات الكبيره بيبقى سهل. انا واحد كان بيعمل PhD ومركز في ابلايد ساينس، وفجاه بينقل وبيكتشف ان الشركات عايز يعمل ماشين ليرنينج سيستم ديزاين انترفيوز، وانا مش ببني سيستمز، انا ببني موديلز، والسيستم از واي بيجر ذان ا موديل. فانا محتاج احل مشكلتي لو عايز اخش الشركات الكبيره دي. وانا في هواوي R&D، يعني في اوبورتيونيتيز كنت بموف عليها مثلا ريسيرش ساينتست، ما فيش سيستم ديزاين، بس الناس سفاحين في اسئلتهم. يعني دخلت شركه، هو جايب لي اصعب مشاكل هم مش عارفين يحلوها جوه، وبيسالها لي في انترفيو، هو مش عارف يحل المشكله جوه وجاي يشوف، فهو بيحطني ان بيج تشالنج. فقدرتك انك تبريزنت نفسك مش سهل اصلا. صعب ده فهو حقيقي. عارف لما بتكون احنا داخلين على رمضان، ربنا يا رب امين يا يوصلنا رب. ليه، واحنا في رمضان، في نهار رمضان انت عطشان، مش هتفطر. انت عارف انا ما عنديش اختيار ان انا افطر، انا الكلام ده مش صايم. اختياري فعلا، صح. انا في الايام العاديه بصحى جعان باكل اي حاجه، رمضان بدا خلاص مش هناكل، هنقعد هنصوم يعني هنصوم، حالات مرضيه هتدوخ مش عارف ايه، دي استثناءات على الجنب. فهي فكره انك انت you don't see the choice to give up. ده مش اختيار. انا يعني انا عندي كارير عايز ابنيه، عندي اسره عايز اصرف عليها، عندنا تقلبات اقتصاديه عنيفه محتاج ان انا اريزيست فيها. يعني هو مش اختيار. يعني انت لخصت السؤال بتاعي كله. انت كده جاوبت كل السؤال اللي عندي، كل الاسئله. وقصه مبهره وفيها، وخصوصا حضرتك يعني انا بس عايز الناس تاخد بالها، حضرتك شاطر جدا، فاهم يعني. انا ما بحبش الجمله دي كده. لا حضرتك، انت عارف انت شاطر جدا، ومع ذلك كميه اخفاقات يعني لا تهد، يعني تزعل، فاهم، تأثر في النفسية. بس انت كنت مركز على حاجة يمكن لا ده مش اختيار. في مشكلة هنحلها، والله لازم. بيظبط فين هنحلها. اظن والله يعني جزء كبير من الفضل ده يرجع لمسابقات البرمجه. يعني عارف ايام مسابقات البرمجه وحل المسائل الصعبه وهنجيبها شمال ونجيبها يمين. حتى هذه اللحظه لما الناس تقول لي ايه افضل حاجه انت عملتها في حياتك، اقول لهم الكومبيتيتيف بروجرامنج اللي انا عملته ايام الكليه ده غير شخصيتي، انا انسان تاني اصلا بسبب انا المرحله دي. بشوفك على طول، بغض النظر ان انت عارف رأيي في الحاجات دي، بس انا بشوفك على طول
يعني ايه لا بس انت واخدها، انت من الحاجات اللي بتعجبني ان انت فير. يعني شوف القصه، انت في انت حيادي جدا في وصفك للمشكله. انت فعلا هي فادتك، يعني يمكن هي سبب اساسي زي ما حضرتك بتقول ان هي خلتك تقاوم كل ده وتفضل لا أنا خلاص مفيش اختيار، انا مشكله وهحلها. فلا تمام، انا متفق تماما مع حضرتك. طيب تعال نسيب الفتره الكئيبه دي، ويا رب الناس تكون لا دي فتره هي بدات بصعوبه بس اتفكت ما شاء الله الحمد الحمد لله. لله. والله انا مبروك بيستر علينا جدا. البلاي اوفس. حضرتك تستاهل اكتر من كده بكتير يعني. فالحمد لله الحمد لله. الصبح كنت واقف مع يعني فاوندر لشركته، وفي رغي كتير يعني. انا متضايق الفتره دي، الطلبه بتبعت تقول لي سببين. يقول لي انا شايف لي اوفس والمجال ده هينكمش، فمش قررت ان انا اوقف خططي في المجال. وفي اللي يبعت يقول لك ان الذكاء الاصطناعي هياكل كل فرصنا فانا هبطل. انا متضايق من ان الشباب عمال يقول لي انا بكنسل البلان، او انا محبط، او انا مش متحرك بسبب الحاجات دي. فعايز في عجاله بسرعه يعني لايك وان لا اكسترا ماشي في ماشي. الموضوع ده. احنا ما اتكلمناش فعلا، يعني لو حضرتك تتكلم عنهم بسرعه اللي اوف براحتك، انا كده كده معاك، بس انا عشان وقتك والله اللي اوف والاي اي وطبعا شات جي بي تي انت عارف الهيصه الجديده يعني. عارف المصيبه. في رغي كتير في موضوع اللي اوفس دوت، فخلينا اقول لكم راي الراجل دوت، لان في تفاصيل واراء كتير. هو الراجل كان بيقول للناس لما تيجي تعمل لي اوفس، انا كصاحب شركه قدامنا حاجه من اتنين: اما ان انا عندي فاينانشال نيد ولازم ارفد ناس لان وضع اقتصادي يستدعي ده، واما ان الانفستورز عاملين ضغط عليا. وكانش بيقول لي ان الشركات الكبيره زي جوجل وفيسبوك الناس دي بتعمل بلايين الدولارات، فالناس دي ما عندهاش اي فاينانشال نيد يستدعي ان هو يرفد الناس اللي عنده في الشركات. المشكله كلها تكمن في ان اللي احنا بنسميه وول ستريت في امريكا والانفستورز دي، هو عنده ادوات للضغط على الشركات الكبيره. الناس في الانفستورز دي شايفين ان الشركات عملت هايرنج كتير السنين اللي فاتت، ومدي مرتبات عاليه وستوك عاليه ومباني ليهم، وشايفين ان دي تكاليف كتيره جدا. الشركات زي جوجل كده مش شايفه كده. الناس دي عندها اداتين للتاثير على شركات زي جوجل وغيرها. اول حاجه البنوك الكبيره ليها برسنتج في الشركات دي، فلو بدا يبيع في اسهمه الاسهم بينزل. الحاجه الثانيه انه ممكن ينزل ريبورس ينزل بيها ترتيب الشركه في الرانك، في التراست فيها، في مستقبلها وما الى ذلك. فالشركات الكبيره مش عايز اسهمه تقل، فبيضطر ان هو يخضع لايه؟ للصوت العالي بتاع الانفستورز في المرحله دي، وبالتالي بيرفد ناس. فالناس بتفتكر ان الرفض ده بيحصل بسبب ان there are no opportunities في الناس دي، ان الفيلد بينكمش وما الى ذلك. وهم مش فاهمين، ودي معلومه كنت محتاج اقولها الاول: الاقتصاد يعني انا لما اتخرجت في 2008 كان في ازمه اقتصاديه حاده في 2008 حصلت على العقارات وامريكا. السايكلز دي في الاقتصاد بتحصل من وقت للتاني، لان الاقتصاد العالمي ليه مشاكل كتيره، سواء بسبب الربا او الجشع او الراسماليه غيره. فالكوكب طول الوقت بيخش في راوندز من تدهور اقتصادي، والراوندز دي معناها ان الركود هيزيد والبطاله بتزيد والناس بتترفد. دي الطبيعي بتاعت السايكل. اول ما السايكل دي بتخلص بترجع الناس دي عادي تقف على رجلها وتبدا ايه، يعني تعين ناس وما الى ذلك. فده اللي انا عايز افهمه. الناس مش محتاجه تفهم ان الاي اوفس دي بسبب المجال، هو بسبب مجال الاقتصاد. بينكمش. اللي هو بعد شويه اول ما السايكل دي تخلص الدنيا تخلص. الشباب عشان صغير وشايف لي اوفس مضطرب ومش فاهم الدنيا عامله ازاي. الشركات دي زي جوجل هترجع تهير الناس تاني وهيرجع ده يكبر حقيقي. تاني. فده معنى انا احب الناس تستوعبه ان الاي اوفس دي مرتبطه مش بضغوط. معناها بالظبط، مش معناه ان المجال بينكمش. وكده هو اللي عامل لنا المشاكل دي. فدي رساله مش عايز الشباب ايه يقعد يعني يعمل نفسه ازعاج كبير فيها. الرساله الثانيه، وانا سجلت فيها فيديو بتكلم عن الذكاء الاصطناعي. لازم يعني بعجاله سريعه زي ما قلت، القلب بتاع الماشين ليرنينج على مدار سنوات طويله لم يتغير. فكل اللي بيحصل بس ان كميات الداتا دي احنا بنتعلم نربط ما بين الانبوت والاوت. ده حقيقي. الحاجات دي لكن السيمانتك، وده معناه ان كل الحاجات اللي فيها تفكير حقيقي. امبارح الصبح كان في مسلم بيقول لي عايزين برنامج نعمله يقدر يدي للناس فتاوى دينيه. انا بقول له الفتاوى دي سيمانتك فهم، احنا مش هينفع نعمل كده، ولو عملنا كده هنطلع برنامج هيقول للناس فتاوى حرام وغلط. ف لكن السيمانتك ده بيخلي الدنيا مش شغاله كويس. لما نيجي نبص على حاجه زي كود، ميزه الكود مقارنه بكلام البشر ان الكود ده بيفولو لغه، وبالتالي هو عليه قيود اعلى وبيفلو استراكشر رول. بتاع الكود. فقدره الماشين انها تتعلم قواعد اللغه وتولد كود عالي. اوكي، بس هو ده مش توليد فيه سيمانتك، هو توليد فيه فهم الرولز وكوبي بيست كتير بيحصل من اللي متعلمه.
فبصوره عامه نقدر نقول ان الاي اي isn't going to replace us in any way. افضل احواله انه هيبقى تول مساعده قويه جدا ليك، ولكن ده معناه ان اصبح عندك انت العبء انك ما ينفعش تبقى اخرك في المجال انك تعمل اللي التول بتعرف تعمله، انها تبيلد بروتوتايب معين ان سيستماتيك واي. فده بيفرض عليك العبء انك انت محتاج تكون اشطر في اساسياتك وتخش بعمق وتتعمق وتبقى شاطر، لانك لو فضلت في اللو ليفل الاول اللي تحت ده، لا، اللي زمان كان بيعملوا 2 3 ديفلوبرز في المستقبل 1 ديفلوبر مع اي تول ممكن يخلصوا. هيساعد، ده حقيقي. الناس دي هتروح عشان هو اختار ان هو يكون ضعيف. ففككم من حوارات الريبليسنس دي، مش هيحصل دلوقتي خالص. مفيش اي فريم ورك ذكاء اصطناعي حاليا في الحته بتاعت الفهم السيمانتك، مفيش الاويرنس بالظبط، مفيش. فاتس مور اباوت ان احنا بنتعلم نربط انبوت باوتبوت، بس ايه المودلز بقت اشطر، بتتعلم كميات ضخمه من الداتا وكميه الداتا، يعني البارامترز. انا فاكر ان البارامترز تشات جي بي تي 10 اضعاف اقوى موديل قبل اللي هو تيورينج بتاع مايكروسوفت. بلايين كتير بالظبط. فهو الشاهد يعني ان ايه، مش عايزين نغمات الفزع دي، لكن لازم نتفهم ان عندنا نوعين من التحدي. اول حاجه ان احنا نعرف ازاي نوظف التولز دي ونستفيدها، ان انا نفسي مستواي والمنتال ايفورت بتاعي يناسب التحديات بتاعت الايه السوق. وفي فيديو كان لسه عامله المخبر الاقتصادي بيجاوب برضه على سؤال حلو، كان بيقول ليه الشركات بتفضل انها ترفد الناس على انها تقلل مرتباتهم. فيديو جميل، وفي جميل جدا، وفي رساله حلوه. الصبح سالت الفاوندر ده سؤال اخر، قلت له هل مرتبات الناس هتقل بسبب ان احنا بنلاي اوف كتير؟ قال لي مش هيحصل. قال لي انا بقالي كتير في المجال ده، المرتبات بتاعت الناس دايما بتزيد. فالرفض وكل ده ماتر اوف ضغط اقتصادي حالي. زي ما حضرتك ذكرت، هي السايكل، الدايره دي لازم تلف. مش عايز اقول اكتر من كده، بس دي رساله يعني انا ما بحبش راس الماليه، انا ما بحبش راس الماليه خالص. ده حقيقي. انا حتى كان في فيديو كنت بشرح فيه ازاي بنستخدم شات جي بي تي في الشغل، ومن ابسط الحاجات اللي وضحت، انت لو السؤال مش مسؤول بواحد فاهم هو عايز ايه بالظبط، مش هطلع حاجه شخص فيه. لدرجه الداتا تايب بتاع البارامتر، يعني ابسط معلومه ممكن يعمل لك الايدج ده سترينج عادي، خليك سبيسيفيك كده واطلب صح. انا كده خلصت اللي عندي، وربنا يا رب يبارك لك. جزاكم الله خير على الاستضافه الجميله دي، شرفتنا انت بجد، شرفتنا. وربنا يا رب يعني ينفع الناس. نختم ونقول علمكم الله بينفعكم ونفعكم بما تعلمتم وزادكم علما، وافتكرونا بدعواتكم. وجزاكم الله خير على الاستضافه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.